يلعب فريق الزمالك الكرات العرضيه. وليد كان متاخر هذه المره والتوزيعه تاتي وخطيره جدا، وعبد الحليم علي والدفاع يتصدى. ما زالت الامكانيه، ما زالت الخطوره، ما زالت الصعوبه في كره اخرى صعبه وهدف التعادل. هدف التعادل للزمالك المصري في دقيقه 23 من الشوط الثاني. حازم امام يلعب اول كره تقريبا يتعادل. اذا سنتابع حازم امام يتعادل من اول لمسه، من اول كوره. الزمالك يضغط الكوره من معتز زينو على القائم الثاني مع لاعب نقول حماده امام، تحيه الكابتن حماده. حازم امام من مركز ايضا. طبعا في نهايه المباراه اللياقه البدنيه هي اللي باش تحكم في هذا اللقاء اللي وصل 27 دقيقه في الشوط الثاني. خطيره من جونيور، كره صعبه، جونيور الغاني ينفرد خطير جدا والهدف الثاني. الهدف الثاني للزمالك المصري من جونيور. جونيور خطأ فادح في محور دفاع الترجي، يدخل من لاكس من المحور في غياب الشعباني وعدم تغطية نوانيري، ويضرب الكرة على يمين الحارس جون جاك تيزيل. يتقدم الترجي او الزمالك بهدف الهدف. سيناريو مباغت جدا. هذه هي كرة القدم في 5 دقائق. الفرحة كانت حمراء وصفراء، تحولت الان في المعسكر الابيض. المعسكر الابيض هدف